ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده معانا فيديو جديد ومش هطول عليكم ولا روتين ولا اي حاجه، واسيبكم من اي روتين احنا عملناه قبل كده ولا اي فيديو عملناه قبل كده. النهارده معانا فيديو بسيط خالص ولا طويل ولا اي حاجه. النهارده شفتوا الحته دي؟ انا مش هقول لكم انا هعمل فيها ايه غير لما اقول لكم. قبل لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سوم حبيبه قلبك. قبل ما نبدا الفيديو كده نحب نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا حبايب قلب الحته اللي في الصاله دي طبعا هوريها لكم برضه عشان لو حد اول مره يشوف النظام بتاعي. هنا ده النيش اهو، ودي البلكونه، وده دخلة باب الشقة كده. الصالة طبعا كبيرة جدا ما شاء الله. هنا بقى الحتة دي فاضية عندي، ولا عندي هنا انا عندي فرن. فرن بتاع الغاز، هو مش كبير هو صغير، يعني ولا صغير قوي ولا كبير قوي. فانا عايزه اجيب الفرن ده، انا حاطاه فوق على السطح، اكملني انا ما عنديش مكان احطه فيه. فطبعا شايله الكرتونه منه عشان بستخدمه، انا بستخدمه فوق على السطح. وميه الشتا بتنزل عليه وبتبهدله. هنا بقى انا بقول طالما الحته اللي عندي ديت فاضيه كده وواسعه وكبيره وما فيهاش حاجه، ايه رايكم لما انزل الفرن هنا؟ عاوزه يعني جيت في دماغي بصراحه ان انا عايزه انزل الفرن من على السطح، وبدل ما اخسره ويبوظ من ميه الشتاء هجيبه واحط يا دوبك مثلا عليه حاجه زي نظام ستاره كده ولا اي حاجه وادريه بيها عشان شكله مبقاش باين. ويعني مثلا شفتوا حتة الفرق ده كبير برضو ازاي؟ يعني ممكن اجيب الفليزر ده هنا او احطه هناك هنا، او ممكن احطه في الوش هنا، اجيب الجزامة هنا مكانها جنب الفليزر وايه واحط الفرن هنا. فانتوا ايه رأيكم في النظام ده؟ فانا طبعا هعمله واوريهولكم. ولو النظام ده حلو كده يا ريت تعرفوني، لو وحش برضو يا ريت تعرفوني، اخد رأيكم فيه وشاركوني في كل حاجة زي ما انا ايه بشارك حضراتكم برضو في كل حاجة. تمام. انا بصراحه انا بقول هيبقى منظره مش هيبقى حلو، مش هيبقى لطيف. انا مني انا ما عنديش يعني ناس داخله طالعه داخله طالعه عندي. فانا ايه انا برضو بحب الحاجه تبقى شكلها حلو في الشقه وتبقى شكلها يعني تكون نظرتي ليها حلوه. فطبعا انا قلت ايه واحنا كمان في الشتاء هيدفي الشقه، يعني هيخلي ان الشقه بتاعتنا لما اجي اعمل مثلا دس شويه رز، اعمل شويه قرص، اعمل شويه قراقيش، اعمل مولتون، اعمل اي حاجه، اخبز او اعمل كيكه، اعمل اي مهما كان يعني هيدفي برضو ايه الشقه. وهو اصلا ولا بيدخن ولا هيهبب ولا هيعمل الكلام ده كله اللي احنا بنشوفه ده. فطبعا انتوا ايه رايكم يا جماعه في النظام اللي انا هعمله ده؟ يا ريت بعد اذنكم اللي يشوف الفيديو ده يا ريت يقول لي يعني النظام كده في الاول احلى ولا لما احط الفرن هيبقى شكله عادي، يعني شكله هيبقى شكل ترابيزه مثلا. واسفة على صوتي، انا واخدة دور برد ومبهدلني جدا جدا جدا. وواخدة علاج والله العظيم، وادعولي كده ان ربنا يشفيني. الدور ده مبهدلني حرفيا، واخدة في عظمي كله مكسرني. فبصوا هنا بقى انا دلوقتي هنزل انا وجوزي الفرن من على السطح واقوم حاطاه هنا، وتقول لي ايه رايكم فيه بكل امانه وبكل صراحه. تمام. هنزله بقى واوريهولكم دلوقتي بقى حبايب قلبي. انا جبت الجزمه والفليزر هنا، والسلم اللي كان ورا الفليزر هنا حطيته هنا ورا الفليزر. انا ما اقدرش استغنى عنه، لو حطيته احنا دلوقتي في ايام شتاء ولو في البلكونه هيبوظ برضو بميه الشتاء. تمام. آه، هنا بقى دلوقتي ده النظام. انا كده حسيت ان هو احسن حاجه. انا جربت كذا حته هنا ما لقيتهاش حلو. هنا بقى ده الفرن. اسفة على المنظر، هو اتبهدل جدا بصراحة واتهلك جدا وكتير جدا من على السطح من مية الشتا. انا كنت سايباه يعني كام سنة فوق، مية الشتا بوظته خلته صدى كده من الحافية ديت ومن هنا ومن فوق من هنا. ونزلت الانبوبة برضو هنا ركبتها وحطيت تحتها حتة الخلقة ديت. تمام. وقلت ايه ابقى اجيب لها اجيب لها العجلة بتاعت الانبوبة ديت واحطها لها عشان ما عنديش غير بتاعت البوتاجاز اللي في المطبخ. تمام. هنا بقى ده الفرن اهوت، وبصراحة هيدفي الشقة وكل حاجة. دي الصينية ديت انا قلت انزلها معايا من فوق، يعني غسلتها من فوق برضو من العفرة وكده، وقلت تبقى موجودة هنا معايا.
قلت عشان لما احب مثلا اعمل فيها فطير، اعمل فيها اي حاجه تبقى موجوده. وده شكل الفرن اهوت من قدام اهوت. هو على فكره باين في الصوره ان هو كبير، لكن هو مش كبير ولا حاجه، هو صغير يعني متر تقريبا، متر. تمام. ده رحيم ابني فرحان، وفرحان ان انا بصور يعني. ومحمد خلاص هما ما صدقوا بقى اللي انا جبت سيرتهم فبيزيدوا مني. فهنا دلوقتي يا جماعة حموسة بيقول له هاتي كده، قول له بس فمعلش على الازهر اللي حصلت ديت، انا شخطت فيهم وبعدوا عني شويه. فدلوقتي انا هجرب بقى اشوف اي حاجه افرشها على الفرن كده، عشان بصراحه انا مش حابه شكله هنا خالص. بصوا منظره هنا في الصاله شكله مش حلو خالص. فهجيب هشوف ايه اللي عندي، انا لسه هشوف بصراحه ايه اللي عندي واداري بيه، عشان مش حابه شكله كده خالص في الصاله. تمام. هدور على حاجه كده افرشها عليه وارجع لكم. بصوا بقى ما تضحكوش على المنظر ده، يعني بصراحة يعني ما لقيتش اي حاجة داريها بيها غير الكبرتاية ديت اللي موجودة عندي بصراحة، وكمان تقيلة، يعني مش هتتقطع مثلا من البوز ده او من البوز ده ولا كده. تمام. فداريتها كده من هنا خالص. تمام. ومن قدام هي قصيرة شوية، ما يجراش حاجة، يعني اللي داخل من باب الشقة مش هيبص هنا، هو كله من هنا كده. دخلت باب الشقة من هنا كده. ده اللي دخلت باب الشقة من هنا كده. فاهمين؟ فهنا انا حطيت انا قلت اهم حاجة داري بها الجزء ده. فانا عارفة والله اللي شكلها مش لطيف قوي، بس هعمل يعني انا بدل ما اخسره خسارة يعني. وهنا بقى قلت مش هداري الانبوبة، هي كده كده اصلا متدارية في الجنب، يعني اللي هيدخل في الشقة ولا كده مش 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 هياخد باله منها. يعني بصوا انا من بعيد كده مش باينه، هي كده من بعيد مش باين. فالمهم ان انا داريت منظره بس اهم حاجه. فقولوا لي بقى على النظام ده كده ايه رايكم بجد؟ يعني اشيله تاني واخسره ولا اسيبه؟ انا مش عارفه، انا مستنيه رايكم. ردوا عليا كده وعرفوني اسيبه كده ولا اشيله. انا كده كده يعني مفيش ناس داخله طالعه عندي كتير، فاهمين؟ وانتوا عارفين الحاجه دلوقتي بتيجي بصعوبه بصراحه، والدنيا غاليه وكده. فالواحد يعمل ايه؟ فانا طبعا هسيبه هنا في الشتاء، هيدا في الشقه. انتوا عارفين الشقه بتاعتي هنا في الشتاء شتاء والصيف صيف. فاني هاجي في الصيف هشيله وهطلعه فوق، بحيث مثلا وانا كده كده بغطيه برضو ببطانيه قديمه فوق كده على السطح، مش هيبوظ من الشمس ولا اي حاجه، وحاطاه في حته ظل كمان. لكن في الشتاء هيتبهدل، فانا هتعود يعني ان انا في الشتاء هنزله هنا، وفي الصيف هسيبه دايما فوق. يعني في الصيف هخليه على السطح فوق، وفي الشتاء يبقى موجود معايا هنا. كده كده الحته دي زي ما انتم شايفين واسعه ازاي، بسم الله ما شاء الله، كبيره يعني، ما فيهاش غير الفليزر والجزامه. فانا حبيت انزل الفرن ده يبقى هنا، وبالذات هيدفي الشقه كمان. فطبعا يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، وما كنش كده تقيل على قلبكم ولا حاجه، يا رب. و... ولو استفدت من الفيديو، انا عارفه انت مش هتستفادي منه. بس يعني لو عجبك يعني، ولا عندك فكره ليا في الفكره اللي انا عملتيها دي، يا ريت تقولي لي اعمل ايه. و بس انا وجهة نظري كده احسن، عايزاكم تعرفوا ان انا وجهة نظري كده صح ولا ايه، بكل امانه. اشوفكم بقى الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعاية الله. باي باي.